ايه اللي ممكن يخلي الناس تحترمك بصرف النظر عن مستواك الاجتماعي او المادي او حتى المهني؟ كل اللي انت محتاجه انك تمتلك شوية ادوات تستخدمها وانت بتتواصل مع الناس، عشان لو ما عملتش كده ممكن تخسر علاقات وتكسب عداوات انت في غنى عنها. لازم تبقى فاهم ان في فرق كبير بين علاقاتك الشخصية اللي بتتعامل فيها مع اصدقائك او مع ناس قريبين منك فاهمينك وعارفين شخصيتك، وفي بينك وبينهم عشم، وما بين علاقاتك مع ناس كل اللي بيربطك بيهم هي علاقة عمل أو مصلحة معينة. وهنا بقى أسلوبك وطريقتك في التعامل هي اللي بتحدد شخصيتك اللي بيها هتكسب احترام كل اللي حواليك أو العكس. النهاردة هنتكلم عن 10 نقاط مهمين جدا هيساعدوك إنك تتواصل باحترافية مع أي شخص بتتعامل معاه، والنتيجة هتكون إنك هتقدر تكسب احترام كل اللي حواليك ونظرتهم ليك هتختلف. في شخصيات دايما بتتوقع الأسوأ، دايما بيسيئوا الظن في الناس اللي حواليهم، شخصيات متشائمة بيحبوا يتكلموا كتير عن الأخبار السيئة وبينشروا الطاقة السلبية ببراعة. شخص لما تتكلم معاه هتلاقيه مش مركز معاك ومش بيديك أي اهتمام، مش بيحبوا يساعدوا حد ولا بيحبوا المشاركة ولا التفاعل. أكيد مش هتحب إنك تكون واحد منهم. عشان كده لازم تظهر الحماس للي قدامك وتحسسه إنك مهتم بكلامه وإنك بتسمعه ومركز معاه، لأن ده هيخليه يحس إنك مهتم بكلامه وبتحترمه، وأكيد هيبادلك نفس الاحترام. السلبية وعدم الاهتمام سلوك سيء جدا هيخليك تخسر حب الناس واهتمامهم. ما ينفعش تقلل من أهمية أي شخص مهما كان، أو حتى تهمش مجهوده أو تحكم عليه بالفشل، وده لأن ملكش الحق إنك تصدر أي أحكام على حد، لأن كل شخص عنده عزة نفس وكرامة ومش هيقبل بالتحقير أو الإهانة مهما كانت وظيفته أو دوره البسيط. ده ما يمنعش إنه يتعامل باحترام. عامل كل الناس باحترام بصرف النظر عن وضعه المالي أو الاجتماعي، وبصرف النظر عن مستواه الوظيفي أو الثقافي. سمعت حد قبل كده بيقول لحد تاني من فضلك ما تقولنيش حاجة أنا ما قلتهاش؟ ده الشخص اللي بياخد منك الكلام ويزود عليه ويعيد صياغته من جديد وينقله باسمك لحد تاني بشكل مشوه بمعنى تاني خالص بعيد عن المعنى الحقيقي. محدش هيسمح لك تعمل كده، وانت ما تسمحش ان حد يعمل معاك كده. احيانا الدخول في تفاصيل زيادة بتبعدك عن اصل الموضوع، وكمان بتشتت اللي قدامك وبتفقده التركيز. عشان كده خليك موضوعي اكتر واحترم وقتك ووقت اللي قدامك. ببساطة فكر في الكلام اللي عايز تقوله وادخل في الموضوع على طول. وهي الفلسفة النظرية اللي ملهاش اي علاقة بالواقع، وبتبقى بتتكلم في كل المواضيع وكأنك خبير في كل حاجة. تحب تجادل وتنتقد بس لمجرد انك تثبت انك فاهم. ما تحاولش تتكلم غير في الحاجة اللي بتفهم فيها. مش عيب ان يكون في حاجة ما تعرفهاش، ومش عيب انك تعترف بكده. مفيش حد يعرف كل حاجة. التعاطف المعتدل هو شيء طبيعي، لكن الامور احيانا بتخرج عن السيطرة. العاطفة المبالغ فيها بتأثر على أدائك وعلى قراراتك، وكمان بتأثر على انطباع الناس اللي حواليك تجاهك. ده غير الشعور بالضعف والارتباك في أبسط المواقف اللي كل الناس بتشوفها مواقف طبيعية. ومعناها التعميم في الحكم على الأشياء، إنك تحكم على الجميع من خلال شخص واحد أو تصرف فردي، وده يعتبر تعميم غير عادل. وهديلك مثال. نفترض إنك اشتريت كيلو تفاح، ولما جيت تاكل واحدة لقيتها فاسدة. ده مش معناه إن كل التفاح فاسد، إلا إذا كان عندك دليل قاطع على كده، ولحد ما تتأكد أنت بالنسبة لك تفاحة واحدة بس هي اللي فاسدة، مش كلهم. والمقصود بيه هو الكلام البعيد كل البعد عن الواقع العملي. هو في الغالب كلام خالي من الخبرة والتجارب وصعب تطبيقه على أرض الواقع. حاول تستخدم كلمة أعتقد لو مش متأكد من المعلومة اللي بتقولها 100%، وده معناه إن كلامك ممكن يحتمل الخطأ أو الصواب. وهو في الحقيقة حديث مضلل، لأنه يفتقد للمباشرة وبيبعد المتلقي عن أصل الموضوع، وبيتسبب في ضياع الوقت وعدم الوصول لأي حلول. مقدمة طويلة ممكن ما يكونش ليها علاقة بالموضوع، وبتخلي اللي قدامك يحس بملل، وفي الغالب مش هيركز انت بتقول ايه، لأن الكلام اللي بتقوله غالبا ما يهموش.
وهنا بنتكلم عن الكذب والتزييف وعدم الأمانة والوضوح في نقل الحقيقة، وبالتالي تضليل الآخرين. ويمكن الكلام ده بنشوفه كل يوم على السوشيال ميديا وفي حياتنا اليومية. لو حبيت تنقل معلومة لازم تكون متأكد وعارف مصدرها، بلاش تلعب على عدم وعي الناس البسيطة اللي ممكن يصدقوا أي حاجة تتقال لهم. وافتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لأن ده بيرشحه لعدد أكبر من الناس اللي ممكن تستفيد هي كمان. وبتمنى تكون استفدت، وبشكرك على وقتك الغالي.